السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال، مساء الورد عليكم. ايه يابا انت غاسل سنانك في ايه؟ عمال تتحقق في ايه؟ معاكم كريم. وإنجي. امتى يا فندم؟ برنامج الاختيار، حلقة جديدة ومشكلة جديدة. يا كيمو حبيبي، عايزه اقول لك على حاجه فرحك جدا. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره. نجاح مراتك من نجاحك. مراتك بتقعد مع عيالك أكتر منك. لازم تكون متعلمة ومثقفة. لما يجي لها شغل جديد أو شغل في مكان كبير شجعها وقويها وساعدها. ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ مش لازم تكون ليها بس زوج، كون ليها أخ، كون ليها أب، كون ليها ظهر، كون ليها سند. اوعى تغير من مراتك. سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ ما تكترش عشان اللي جاي طرش يا عمنا. زي ما بقول لك يا باشا، اللي جاي طرش. الكلام عندنا هنا في مصنع الخير على ممنوعات بفضل الله يا عمنا. قرب يا باشا على التفاصيل زي ما انت ما شايف كده. قرب على الطرش المارش يا عمنا زي ما انت ما شايف يا باشا. حته بغطا بجيب لاتش. الكلام معانا على ايه؟ على لاتش يا عمنا. تعالى يا باشا كده قرب. حته امه 50 جنيه يا عمنا. زي ما بقول لك عندنا ب 50 جنيه. الكلام معانا هنا في مصنع الخير على ممنوعات. بص كده اهي. الكلام هنا على موت. عنواننا شبرا خيمه محطه المرور امام هايبر بلس. ادي دارك للهايبر. اطلع العماره اللي فيها مركز تمير الدور الثالث. عارفه ده كيلو المفضل بالنسبه لي في الصحراء. زي ما انت ما شايف عشان الكلام على ممنوعات. قرب كده على التفاصيل. الكلام معانا على ممنوعات بفضل الله. كميات يا عمنا. لا اقول لك ب 100 ولا ب 95. السعر هنا مفاجأة زي ما بقول لك. عنواننا شبرا خيمة شارع 15 مايو امام هايبر بلس. هتدي ظهرك للهايبر. احنا العمارة اللي في وش الهايبر الدور الثالث. من بكره الصبح الساعه 1 ظهرا بالليل 11 كده ميزان الجيزه كله هيقول ان بوحه الصباح ترك ميزان الجيزه. انتصروني الوقت حالا في بث مباشر. استنى هنا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ومين اللي انتوا بتسالوا عليها؟ بتسالوا على مراتي حبيبه قلبي. تابعونا انا وكوسي مشاكل النهارده دلوقتي في لايف على التيك توك. اوعى تتحرك. خد يا زلمه. دي بتوجع. خلاص هتسلك يا زلمه. لو ما كنتيش هربتي ما كانش ده حصل. لو ما كنتش رعبتني ما كنتش هربت. انا مش فاهم حاجه. ولا انا يا صاحبي. ما هو انتي ما كانش المفروض تروحي الجناح الغربي. ما هو انت المفروض تسيطر على غضبك. احترمي نفسك. ما تتحركش، يمكن توجع شوية. تاني. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بالمناسبة شكرا على إنقاذ حياتي. العفو.